بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من ملعب محمود. يعني زي ما بنقول دايما، يوم حلو ويوم مر. اليوم المر كان يوم خروجنا من كأس أفريقيا النهاردة الحمد لله، والمباراة اللي فاتت برضو كان الجو اتحسن شوية، والنهاردة اتحسن أكتر وأكتر على إيد عماد النحاس. النهاردة بعد ما كان في كلام كتير قوي إن احنا نغير كولر، وقعدنا نهاتي ونتكلم من شهور، حنوا علينا في الاخر ومشوا الراجل بعد ما خراب مالطا. يعني طب ما احنا كنا مشيناه قبل بطولة افريقيا، ولكن يلا اللي حصل حصل وقدر الله ما شاء فعل. النهارده عماد النحاس غير خالص الفكر بتاع كولر، مشانا زي ما المفروض نمشي. يعني النهارده كان تشكيل مكون من محمد هاني باك يمين، كوكا باك شمال. وهو كوكا بصراحة هو يعني اللغز بتاع التشكيل، إن كان أيام كولر أو عماد النحاس، اللي كان نفسه لما كنت بشوف عماد النحاس في قناة الأهلي كان بينتقد كولر لما بيلعب كوكا باك شمال. لما مسك لعب برضه كوكا باك شمال، فمش عارف يعني دي لغز بصراحة. يعني مش فاهم. النهارده كان بيلعب طبعا مع حرس الحدود مباراة في الدوري العام. محمد هاني باك يمين، كوكا باك شمال، في الوسط ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، خط الوسط امام عاشور، مروان عطيه، عمرو السوليه، قدام طاهر، طاهر يمين، بن شرقي شمال، وسام ابو علي راس حرب. المباراة كانت طبعا قوية جدا. كانت من جانب واحد، كان نسبة الاستحواذ 60% ل 40%. النادي الأهلي ماسك الكورة طول ال 90 دقيقة، مفيش إلا كورة وحيدة طول المباراة اللي راحت للشناوي. أول كورة تروح للشناوي في الشوط الأولاني كانت في الدقيقة 40. تخيلوا معنى كده إن كان فيه هجوم كاسح، وكان المباراة أو اللعب في اتجاه واحد بس، اللي هو اتجاه محمد سيحة، اللي هو حارس مرمى حرس الحدود. الخطورة بدأت في الدقيقة 9. في الدقيقة 9 تسديدة من طاهر، طلعت ركنية. الكرة بعد ما اتلعبت ركنية رجعت لخط ال 18، وجه كرة جت على طول لطاهر محمد طاهر ناحية اليمين. طاهر ما تواناش وقام شايط على طول في المرمى على يمين محمد سيحة، محرزا الهدف الأول في الدقيقة 9. وهدف مبكر جدا جدا جدا، فتح الوقت وفتح بقى الايه السكة لأهداف تانية تيجي كتير. احنا كنا متعودين في أيام كولر إن هو هدف واحد بس وفي الآخر بنتعادل يعني. لكن النهاردة عماد النحاس لقيناه بفكر تاني، بفكر هجومي، يعني زود. والمفروض ان هم الخمسه اللي دخلوا دول كانوا يبقوا 15 بصراحه، لان في 10 اهداف. وايه المشكله ان احنا يا جماعه نكسب 6 و7 و8؟ ايه المشكله؟ ليه لما نلاقي النتيجه كبرت شويه بنتكاسل؟ دي يعني حكايه المفروض يعني ايه نتخطى المرحله دي. في الدقيقه 9 جاب الهدف الاولاني طاهر محمد طاهر، وكان هدف جميل جدا. طاهر النهارده وبقاله يعني فتره متالق جدا جدا. طاهر محمد طاهر بصراحه من الناس المحترمه جدا كلاعب وكشخصيه، راجل يعني يليق بالنادي الاهلي. في الدقيقه 23 تسديده بعيده المدى من امام عاشور طلعت فوق العارضه. في الدقيقه 27 سبحان الله كوكا، المصممين اللي لعبوه باك شمال. كوكا يا جماعه هو عنده ميول هجوميه اكتر من الميول الدفاعيه، وبعدين كوكا مش حافظ مهام مركزه كباك شمال. كوكا تايه. يعني انا شفت النهارده كذا كره، الكره لما تيجي من وراه ما بيقابلهاش بوشه، بلاقيه اما قابلها بظهره بيجري قدامها. يعني هو مش حافظ ازاي يقف او يتمركز في ناحيه الباك الشمال. كوكا ظالمينه بصراحه. هو لاعب كويس بس مش محطوط في مكانه. الكرة جت في الدقيقة 27، جت من طاهر محمد طاهر بعد برضه اخده ورد كده في 18، راحت ناحية طاهر محمد طاهر، لحقها وقفها بالعافية وعرضها على طول، دخل فيها كوكا بشماله محرزا الهدف الثاني في الدقيقة 27. وهدف الاطمئنان اللي كنا مش متعودين عليه. الاهلي بيجي عند الهدف الاولاني وخلاص، هو الهدف الاولاني او هدف وخلاص، والدنيا بتبقى كويسه على كده. النهارده لما لقينا كوكا جاب الهدف الثاني استبشرنا خير. كان في الدقيقه 27. في الدقيقه 29 بقى الحكم حسب ضربه جزاء لصالح امام عاشور، بس للحقيقه هي ما كانتش ضربه جزاء، لان اللاعب فعلا كان داخل على الكره. لما رجعوا للفار، الفار قال لا الكره عادي، فرجعت تاني لحارس المرمى واستؤنف في اللعب.
في الدقيقه 34 بن شرقي قطع الكوره وهوش وشاط، بس شاط خارج الملعب. بن شرقي عنده الفنيات عاليه جدا زي ما احنا عارفين. في الدقيقه 40 زي ما قلت لحضراتكم اول ظهور للشناوي في المباراه، ودي كانت فيها عرضيه كوره مسكها، كوره سهله جدا ما كانش فيها مشكله. في الدقيقه 43 شوطه من امام عاشور بس طلعت بره الملعب. في الدقيقه 47 بن شرقي شرخ كده من ناحيه الشمال ورقص الحارس وعرضها لامام عاشور، بس امام عاشور شاط بره بدون مبرر. النهارده امام عاشور كان حظه وحش جدا جدا على المرمى، لعب وخد على فكره خد رجل المباراه، لانه فعلا يعني عمل كام جون، صنع كام جون، لكن ما كانش عنده توفيق ان هو يحرز اهداف النهارده. بدأ الشوط الثاني وتغيير بقى، يعني النحاس طبعا عماد النحاس يعني كمدير فني مؤقت للنادي الاهلي بيحاول بقى ايه يشتغل زي بقيه الناس، مش زي كولر اللي كان بيغير لنا في الدقيقه 80 والدقيقه 75. في بدايه الشوط الثاني غير الشحات مكان طاهر محمد طاهر. ده تغيير مبكر جدا. وبعدين اي مدير فني المفروض انت عندك 5 تغييرات استفيد بيهم، ليه يبقى عندك تغيير وما تستفيدش بيه؟ كان الحاج كولر ده ما بيستفادش بالتغييرات، كنا نقعد نلعب باللعيبه لغايه ما يطلعوا مجهدين. طب ما انت عندك 5 تغييرات، غير، ايه المشكله يعني؟ في دقيقه 49 هجمه منظمه للاهلي بتنتهي بفاول من رأفت خليل. رأفت خليل ده كان لاعب سابق في النادي الاهلي، من اشبال النادي الاهلي، هو لاعب واعد جدا وكويس جدا على فكره، لاعب حريف. انا مش عارف النادي الاهلي سابه ليه يعني. في الدقيقه 50 امام وهجمه عن طريقه بمفرده، قعد يرقص 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 لغايه ايه ما خبطت وطلعت ضربه ركنيه. انا لو من عماد النحاس بصراحه اقرص ودن امام عاشور شويه، لانه فعلا اناني. يعني النهارده لو كان اشرك اللعيبه زمايله في كذا كوره ليه، كان هيجي بدل الهدف 2 و3 و4 بسبب امام عاشور، لكن هو اناني بصراحه، والمفروض ان هو يتوجه نظره للحته دي. في دقيقة 55 بقى وسام رجع للتهديف تاني بعد غياب فترة كبيرة جدا وفقدان ثقة. سجل في الدقيقة 55 كرة كانت مقطوعة بشكل جميل جدا من مروان عطية. مروان عطية يا جماعة كان النهاردة فايق قوي، وكان لاعب يعني كان يعني فعلا كان لاعب خط وسط يعتمد عليه. إمام النهاردة مروان عطية كان هو وامام عاشور، مروان عطيه كان في الجانب الدفاعي وامام عاشور كان في الجانب الهجومي، بس مروان عطيه النهارده بصراحه قطع كور كتيره جدا، منهم كوره الهدف الثالث قطعها واداها لوسام انفراد من ناحيه اليمين. وسام بصراحه دخل على الكوره ودخل خط منطقه 18 وشاطها بيمينه على يمين الحارس محمد سيحه، محرزا الهدف الثالث في الدقيقه 55. وهدف زي ما قلت لحضراتكم بقاله فتره كبيره جدا ما جابش اهداف. في الدقيقة 58 أول ضربة ركنية للحرس في الدقيقة 58، ده دليل على إن مفيش يعني كور وصلت للشناوي كتير. وحصل بقى دربكة، جت ركنيتين ورا بعض وكانت مشكلة كبيرة كده، وفي إنقاذ من الشناوي، كانت كورة خطيرة جدا. الكورة كانت اللاعب لعبها دبل كيك كده، الشناوي طبعا ما كانش شايفه، جت في ايده وبعد كده طلعها من فوق العارضة، يعني كان في لكة كده في الدقيقة 59، ودي الكورة الوحيدة اللي كانت خطر على مرمى النادي الأهلي. في الدقيقة 60 السولية ورامي ربيعة طلعوا. رامي ربيعة كان طالع بداعي الإصابة يعني، ونزل مكانه قفشة ومصطفى العش. تغيير، يعني التغيير ده يا جماعة في الدقيقة 60 قلب المباراة أكتر وأكتر مع الأهلي. قفشة يا جماعة لاعب خامة تانية وقماشة تانية، قفشة حاجة مفرحة بصراحة، كولر كان هيقضي عليه منه لله. نزل قلب المباراة، يعني الأهلي كان هاجم أكتر وأكتر، لأن قفشة صنع ألعاب خطير خطير خطير. يعني الراجل دوت لا غنى عنه في النادي الأهلي وفي المنتخب كمان. ركنية تانية بقى خطيرة جت خارج المرمى برضو لحارس الحدود في دقيقة 62 من قفشة لوسام، انفراد جميلة جت جنب القائم الأيمن. في الدقيقة 65 الشحات عمل كوبري كده حلو جدا لمدافع الحرس واداها لامام اداها لوسام، اتاخر فيها شويه وضاعت الكره. في الدقيقه 66 من قفشه للشحات عرضها بدل ما يشوطها في الجول، يعني الشحات كان المفروض شاط عرضها، هو زي ما تقول الشحات برضو داخل ما عندوش ثقه قد كده، لان الشحات بقاله فتره ما لعبش وكان في تشكيك. النهارده بصراحه الشحات نازل فايق جدا وحريف قوي يا جماعه، ولاعب بصراحه
لا غنى عنه يعني، لان الشحات جناح يمين يعني وبيلعب شمال كمان، لا غنى عنه للنادي الاهلي. في الدقيقه 67 صاروخ من هاني بيصدها الحارس. محمد هاني يا جماعه من اللعيبه، بدأ في كاس العالم للانديه لما جاب هدف، ودايما محمد هاني شويط، وهو جاب الهدف الخامس كمان بالمناسبه. في الدقيقه 70 الشحات وقفشه دخلوا على بعض، يعني الشحات جه يشوط لقى قفشه واقف قدامه، وهو قدام يعني بينه وبين المرمى 5 ياردة 6 ياردة، جت خبطوا كرة خبطت في الشحات ورجعت تاني، وضاع هدف مؤكد جدا كان هيبقى الهدف الرابع. في الدقيقة 70 بقى نزل بقى حبيب الكل بقى، يعني أنا بصراحة الراجل ده أنا بحبه جدا لله في لله يعني، ومعظم جماهير أو كل جماهير الكرة المصرية بتحبه، علي معلول. بصراحة محترم جدا، راجل مؤدب جدا، شخصية محترمة، شخصية وقورة، ابن ناس كده. علي معلول محترم قوي 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 يا جماعة. يعني كولر قعده ما تكلمش، يلعبوا مع الناشئين ما تكلمش، لعب في كاس العاصمه مع الاشبال ما تكلمش، راجل محترم محترم فوق العاده. لذلك ربنا بيديله حب الجماهير قبل كمان ما يبقى يعني لاعب كويس، لا الجماهير كمان بتحبه. النهارده نزل عمل كذا كوره بصراحه، يعني نزل في الدقيقه 70 يعني خلاص هو تلت ساعه لعبها، بس التلت ساعه دي اتعمل فيها كتير جدا جدا، وشارك في الهدفين اللي جم. اشرف بن شرقي طلع ودخل مكانه معلول. في الدقيقه 72 من معلول، شوف على طول الامام رقص، بس برضو انانيه مفرطه وبتضيع برضو. امام النهارده كان اناني بشكل كبير جدا. في الدقيقه 73 الشحات جاب الهدف الرابع بقى، كوره رائعه جدا من امام. كان امام وكان معلول هم دخلوا على بعض برضو، بس امام اقتنصها ولعبها بشماله عرضيه، جت للشحات على يمينه، دخلها على طول. كانت سهله جدا لانه كره عرضيه والحارس كان واقف لوحده بالمرمى انفراد، على طول دخلها. هدف سهل جدا للشحات في الدقيقه 73، الهدف الرابع للنادي الاهلي. والنادي الاهلي فاق بقى، كان ممكن يجيب 6 7 اهداف كمان، لكن هم اكتفوا لغايه الهدف الخامس، والهدف الخامس جه حتى في الدقيقه 94 يعني. في الدقيقه 75 خروج وسام ودخول جريديشار. جريديشار زي ما احنا عارفين انه مجتهد جدا فعلا. في الدقيقه 77 من قفشه لامام، انفراد مشي بيها شويه، لكن سيحه بيصدها. يعني لو كان امام رقص الجون، لو كان ركنها له، لكن هو شاطها في سيحه، جت تحتيه والكره وقفت ومسكها. بعديها عمل انه مصاب عشان يهدي الجو شويه، وقعد حوالي دقيقه او دقيقه ونص يتعالج. في الدقيقه 87 من معلول لجريديشار، انفراد سيحه برضو شالها. في الدقيقه 97 رأسيه من ياسر ابراهيم بجوار القائم الايمن. ياسر ابراهيم النهارده كان لاعب حماسي جدا يا جماعه، طبعا جدد الحمد لله، فكان لاعب حماسي جدا وكان مضحي جدا النهارده. بصراحه ياسر ابراهيم كان مقاتل فعلا النهارده. في دقيقه 89 عرضيه من معلول، عرضيه ارضيه جميله جميله، ما فيش اجمل من كده. الكره بتعدي من امام، لو جت بس في رجل اليمين امام دخل عليها بشماله، لو كان دخل عليها بالرجل البعيده من اليمين كانت احرز الهدف الخامس، لكن عدت بغرابه شديده جدا، بس كره جميله جدا من علي معلول. طبعا امام عاشور ما كانش محظوظ خالص النهارده. في دقيقه 90 برضو انفراد من جريدي شار بينقذها برضو حارس مرمى حرس الحدود. في الدقيقه 94 بقى الكره جت للشحات ناحيه اليمين، قعد عايز يعرضها، كان امام مستنيها وكان جريدي شار مستنيها. لقينا قام مرجعها لورا لمحمد هاني. محمد هاني قام موسع لنفسه وقام شايط في الحته الفاضيه على يمين حارس الحدود، محرزا الهدف الخامس في الدقيقه 94، وهدف جميل جدا جدا. وبصراحه يعني محمد هاني بقى من اللعيبه يعني ماسك او حافظ الناحيه اليمين دي باكملها دفاعا وهجوما. في الاخر خالص بقى انفراد للشحات برضو، وشالها محمد سيحه قبل ما توصل للمرمى، وتنتهي المباراه بخماسيه نظيفه 5-0. ومن محاسن الصدف كمان ان فاركو هزم بيراميدز 3-2 قبل مباراه الاهلي، فكده الفارق ده بيننا وبين بيراميدز النقطه واحده.
نقطه واحده يا جماعه، وان شاء الله النادي الاهلي يعوضها. لسه في 4 مباريات جايين، ان شاء الله يحصل تعثر تاني لبيراميدز. بيراميدز على فكره هيلاعب الزمالك، هتبقى مباراه صعبه جدا. فان شاء الله بس اهم حاجه النادي الاهلي يكسب المباريات بتاعته. المباراه الجايه ان شاء الله مع النادي المصري برضو مباراه مش سهله، مباراه صعبه، ان شاء الله النادي الاهلي يكسبها، ونحاول ان احنا ان شاء الله نتخطى بيراميدز ونفوز ببطوله الدوري العام، البطوله المفضله، لان السنه دي طلعنا من افريقيا ما كانش فيه كاس مصر. اظن لازم يبقى فيه دوري ان شاء الله باذن الله. ناخد الدوري ونراضي جماهيرنا ونراضي جماهير النادي الاهلي. بنقول مبروك للنادي الاهلي، مبروك للاعيبه النادي الاهلي. النهارده كان بعد المباراه ابراهيم عبد الجواد جه في اون سبورت. فابراهيم عبد الجواد عارفين ان هو زملكاوي يعني، فكان بيصطنع الفرحه، بس طبعا مش قادر، يعني مش قادر برضه، بيبان عليه. المعلق محمد رمضان اللي علق على المباراه برضه في شويه ملاحظات كده عليه. الراجل لما بيلاقي الحرس في هجمه بيبقى فرحان قوي. ايوه كده، ايوه شدوا حيلكم، مش مطلوب منك كده يا محمد رمضان. المفروض ان انت تبقى راجل حيادي. بمناسبه محمد رمضان وان هو معلق، بنتكلم بقى عن محمد رمضان الثاني اللي كان المدير الرياضي للنادي الاهلي، اللي طلع برضه وقعد يبعبع بالكلام وقعد كل الاسرار بقى يقولها. المفروض يا جماعه اللي بيشتغل في مكان وبيطلع منه اكنه ما كانش في المكان ده خالص، يحفظ اسراره. ما فيش حاجه تطلع للناس، لان انت كنت موظف في المكان ده، ما تطلعش تقول اسرار المكان. قعد بقى يقول كولر كان هيعمل وكان هيسوي وجددنا لمين ومين اللي ماشي مش عايز يجدد، وقعد يقول اسرار كتيره جدا. زيه زي المترجم بتاع كولر قبل كده، وزيه برضو زي ناس بتطلع زي محسن صالح. محسن صالح برضو كان في اللجنه المشرفه على الكوره، طلع برضو يبعبع بالكلام. المفروض يا جماعه الموظف اللي بيبقى في مكان ويسيبه خلاص، يعني بيطلع بيبقى خزينه اسرار، ما ينفعش انه يقول اي حاجه من اسرار الشغل اللي كان بيشتغلها. وده اللي متعودينه من ابناء الاهلي. مش عارف ايه اللي بيحصل بالظبط، ان كان من رمضان او محسن صالح او الراجل اللي كان مترجم لكولر. نتمنى ان شاء الله الخير يبقى قادم باذن الله، والنادي الاهلي يفرحنا ويفوز بالدوري العام ان شاء الله، في انتظار مباراه المصري باذن الله. والصحوه الاهلاويه بالسكواد الرائع. احنا عندنا تشكيل يا جماعه ان شاء الله يفوز على اي حد وباي مباراه. ان شاء الله نفرح دايما مع النادي الاهلي ونفرح جماهير النادي الاهلي دايما، وان شاء الله دايما باذن الله مع الاهلي وورا الاهلي. اشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.